غدا هي مباراة هامة، مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة للقادسية أمام زاخو، وهو فريق يمكن حقق مستوى على مستوى دوري أبطال الخليج، مستوى رائع زاخو، عكس القادسية اللي بدأ بأداء يمكن لم يعبر عن طموح القادسية والاسم الكبير في دوري أبطال الخليج. أول شيء الله يعافيك، وبإذن الله هذه مباراة كبيرة من الطرفين، من عندنا ومن عند زاخو. كل التوفيق لهم وكل التوفيق لنا. إن شاء الله إحنا ما نقصر، يعني نعطي اللي علينا، الروح القتالية نفس كل أي مباراة طافت، وإن شاء الله يعني نبرز ونخطف 3 نقاط إن شاء الله. عيننا على 3 نقاط. ثقة الجمهور فيكم، ثقة الكابتن نبيل معلول فيك أنت شخصيا. أنت نزلت في أكثر مباراة في وقت كان وقت صعب، يمكن بعض المباريات كان القادسية متأخر فيها، لكن أثبت نفسك وأثبت أن الجمهور لما يقول نبي الشباب أن الشباب فعلا عندهم شيء قاعد يقدمونه. أول شيء حاب أشكر ثقة الجهاز الفني وكابتن نبيل. ما قصروا، حتى اللاعبين ما قصروا معي من ناحية ثقة وكذي، والعب واستانس، يعني على قولتهم دشيت مرتاح. ومن هذه ثقة اللاعب، وأنا سبق وقلت إذا اللاعب ما عنده ثقة بمباريات كبيرة ما يعتبر لاعب. فإن شاء الله إحنا نشد حيلنا، وبإذن الله ناخذ 3 نقاط إن شاء الله. فوز إن شاء الله، الفوز عمر الله فوز. يعطيك العافية. الله يعافيك. عبد الله مطاوع، غدا مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة للقادسية. قادسية على مستوى الدوري في الأسابيع الأخيرة قاعد نشوف أداء، قاعد نشوف روح، عكس البطولة الخليجية اللي بدأ فيها بأداء مو أحسن شيء بالنسبة للقادسية. والله اللهم لك الحمد لله، الفترة الأخيرة الفريق ماشي كويس بفضل ربنا. والبداية طبعا أي فريق بيمر بفترات صعبة، الحمد لله الفترة الأخيرة بالنسبة لنا كانت كويسة جدا، ونطمح ان احنا نقدم افضل ما عندنا ان شاء الله في البطوله الخليجيه. ومباراه بكره مباراه مصيريه، يعني ما تحتملش الا الفوز ان شاء الله. يمكن البطوله الماضيه انا واحد من كنت من المحظوظين اللي رحت مع القادسيه كل المباريات لو تذكر، لكن اختلف الاداء ما بين العام الماضي وهالعام بالنسبه للبطوله الخليجيه. والله احنا بدايتنا ما كانتش افضل حاجه، ما كناش موفقين فيها، بس اللهم لك الحمد الفتره الاخيره كلها كويسه من الناحيه الخليجيه ومن ناحيه الكؤوس كمان. شوفها توقيت مثالي، خصوصا الفتره الاخيره الاداء والروح وحتى رضا الجماهير عليكم كلاعبين. ايوه الحمد لله الماتش جاء في وقت مناسب، يعني الفتره اللي فاتت ما كانتش افضل فتره لينا، فالفتره ديت كويس ان الماتش جاء فيها ان شاء الله. يعني الفريق معنوياته حلوه وحماسنا عالي ان شاء الله للماتش. رساله للجمهور القادساوي، نوعدهم ان شاء الله ان احنا نقدم كل اللي عندنا باذن الله، والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله. موفق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك على حضورك وتغطية تدريبات نادي القادسية. أكيد طبعا مباراة مهمة، لا خيار غير الفوز أكيد. فريق زاخو أكيد فريق قوي، فريق محترم، فرض نفسه على المجموعة كمتصدر حتى هذه اللحظة، لكن إن شاء الله نادي القادسية يعني قادرين على تحقيق ال3 نقاط وإسعاد الجماهير. طبعا احنا يمكن دخلنا المباراة الأولى أمام زاخو كان يعني في ظرف معين، في بعد أحداث مباراة معينة، وغير هذا الإصابات كثيرة، الفريق راح ناقص، لكن أكيد طبعا يعني هذا آخر عذر ممكن نقوله الإصابات، لكن إن شاء الله قادرين على التعويض. الأهم من هذا كلنا نتمنى من جماهير نادي القادسية التواجد باكر، وأكيد طبعا بدون تمني جمهور نادي القادسية ما يحتاج دعوة، وأنا متأكد أنهم راح يملون الملعب باكر إن شاء الله. الصولة هيكون لي يعني استقبال خاص منكم، يعني ما رحلش من بعيد. طبعا يبقى محمد صولة لاعب كبير، لاعب محترف، واخ وصديق، يعني عسى الله يوفقه في مهمته، لكن مو باكر يعني طبعا اكيد. بالتوفيق دائما. عوضي، غدا هي مباراة هامة لنادي القادسية، هي مباراة الأمل الأخير في بطولة دوري أبطال الخليج. نعم مثل ما أنت تفضلت، مباراة باكر مباراة جدا مهمة، تبيها من ناحية معنوية، تبيها من ناحية نقاط وبقائنا في هذه البطولة. أملنا بإذن الله أن احنا نحصد هذه 3 نقاط والثلاث نقاط اللي بعدها، ونتأهل إن شاء الله إلى الأدوار القادمة. بداية مو أفضل شيء على مستوى دوري أبطال الخليج، يمكن العام اللي طاف أنا أذكر القادسية ولا خسارة بس في النهاية أمام دهوك. مو شرط هذا، يعني ما يدلك على شيء غير أنه يعني البدايات تختلف من موسم إلى موسم. ممكن هم المواسم الماضية تبدأ بداية زينة، بداية مو مثل ما أنت يعني متوقع لها، لكن الهدف أن احنا نصلح اللي طاف، وبإذن الله يوفقنا بالفترة. مباراة جاءت في التوقيت المثالي، خاصة أن الأمر معنوي بالنسبة للقادسية، هو في أفضل حالاته في الفترة الأخيرة. عدل يعني، لكن علينا ان احنا نستخدم هذا لصالحنا، ما نقعد يعني على قولتهم نطير بهذا الموضوع. تركيزنا عالي، ومو معناته احنا فزنا بمباريات سابقه يعني احنا خلاص سوينا اللي علينا، لا. مسؤوليه اكبر علينا، لكن احنا ان شاء الله قدها ونكون ان شاء الله رجال داخل الملعب. رساله الى الجمهور القادساوي قبل مباراه الغد.
يعني استمروا في دعمكم لنا وباذن الله نبيضها ان شاء الله. موفق ان شاء الله.